يا جماعة صلوا على النبي، تعالوا نعمل طريق القرنبيط. بيبقى طعمه كده شبه الفراخ البانيه. والله ما تستغربوش. التتبيلة والحاجات اللي احنا هنستخدمها هتديله طعم كده كأنه فراخ بانيه بالظبط. بصوا بقى، الاول انا هقطع الوردات بتاعه القرنبيط. حاولي تقطعيها وردات صغيرة، تبقى كل وردة لوحدها. وطبعا القرنبيط رخيص، وكمان وجبة صحية جدا ومفيد جدا على فكرة كمان للسيدات. فتعالوا بقى نشوف كده. هنقطع ورد صغير كله، وهنكون مجهزين ميه بتغلي على النار وحاطين فيها ملح وكمون، بس كده مش اكتر. كمان يا حبايبي، في طريقه التسويه انا عايزاه يكون يعني ايه، طري خالص، ما يكونش ايه ناشف وبيقرش كده. هنسويه طري خالص علشان خاطر لما ياخد الخلطه اللي هنعملها يبقى فعلا في قرب كده لطعم البانيه، يشرب من الخلطه. وهتشوفوا بقى الخلطه بجد تحفه. انا عايزه اقول لكم ان انا ولادي ما بيحبوش البانيه خالص، يعني ما بيحبوش القرنبيط، وقلت لهم ده بانيه بجد كلوه واقتنعوا. طبعا في ظل الظروف الفظيعه بتاعت اسعار البانيه اليومين دول، اتصرفوا بقى، يعني اعملوا اي حاجه وقولوا لولادكم ان هو ده البانيه. العبوا في الخلطه وفي المكونات وهتوصلوا باذن الله يعني لطعم البانيه. ماشي. فبص بقى، انا قطعت القرنبيطه كلها. لو عايزه تحطيها كلها في التتبيله وتحفظيها في الفريزر وتطلعيها على القلي بعد كده عادي، مفيش مشكله. لو حابه تشيلي مثلا نصها في التلاجة بعدين ترجعي تاني تسلقي، مفيش مشكله. بس لو هتسلقيها كلها يبقى لازم تحطيها بقى في الخلطه بالمره. ماشي، تحطيها في خلطتها وبعدين تشيليها في الفريزر. لكن لو هتقسمي طبعا القرنبيط على مرتين زي حالتي كده، انا شلت بص الجزء ده التاني ده شلته في التلاجة، وهسلق بس الجزء اللي انا فصصته معاكم ده. دي ميه بكمون، عشان كده لونها كده بصوا هتحس ان هو غامق شويه. طبعا انا غسلته الاول يا جماعه قبل ما احطه في الميه اللي بتغلي دي، اخدته كده غسله حلوه تحت الميه، وبعد كده رجعت تاني حطيته. عايزه برضو الغسله تحطي فيها معلقه خل كده، وبعد كده ترجعي تسلقيه. بصوا كده بقى زي ما انتم شايفين بقى مهري خالص معايا. لو وصلتوا بقى معايا للفيديو بس لحد هنا، متنسينيش بس من اللايك، وتعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس، فضلا طبعا وليس امرا. بصوا بقى يا حبايبي، الاول هنحط كزبره اللي هي الكزبره الخضراء، وهضيف بيضتين او بيضه على حسب طبعا كميه القرنبيط اللي معاكي. انا كده تقريبا ضفت 3، مش عارفه. وهضيف دقيق. طبعا بصوا الكميات كده بشكل القرنبيطه معاكي كميه قد ايه. وضفت ملح. الخلطه دي صدقوني كل اللي بيجربها بيفتكرها يا بص شبه الفراخ البانيه خالص. التكه بقى في الخلطه اللي انا ضفتها دي اسمها خلطه الرز البرياني، بتدي كده طعم البانيه جدا جدا. وضفت كمون. هضيف كمان فلفل اسود. وهضيف لبن. بصوا بقى التكه، لو عندك لبن بودره بيبقى احسن كمان. انا ما كانش عندي لبن بودره فاستخدمت اللبن عادي يعني. وضفت شويه لبن كده. بتحطي كمان حوالي مثلا 3 معالق نشا عشان خاطر يقرمش معاكي. في ناس بقى بتضيف بيكنج باودر وكده، بس طبعا هو مش مستحب ان انت تضيفيه في اي حاجه، لان اصلا ده ماده غذائيه هي مش مفيده خالص. بتستخدم لحاجه معينه، فمن الافضل يعني ما تضيفيش بيكنج باودر، وتضيفي بس النشا اللي انا ضفته. انا اصلا ما بحبش نعمل بيكنج باودر، وزي ما قلت لكم احنا البيكنج باودر بالذات ماده رافعه، بنقلل استخدامه على قد ما نقدر، يعني مش حلو جدا في الاستخدام. طبعا انا عشان حطيت لبن سايب مش لبن بودر، حسيت ان هي محتاجه دقيقتين. احنا عايزين القوام يا جماعه يبقى تقيل شويه، شبه قوام لما بنيجي نعمل كريب كده، او الوافل، شبه قوام الوافل يبقى تقيل شويه. بصوا القوام، بوريكم بالمعلقه كده. هو طبعا لسه هيتقل تاني. ماشي، بصوا انا حطيت دقيقتين، انا عايزاه اتقل من كده. تمام. بصوا زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها بالنظر، لان طبعا انت كميه القرنبيط دي مختلفه يعني اللي عندي غير اللي عندك، كل واحد بيعمل كميه مختلفه عن التاني، فانت بالنظر تخلي بس القوام بتاع الخلطه. بصوا يبقى كده، شايفين شبه قوام الكيك شويه، او يعني يبقى تقيل شويه.
حطيته بقى كله كده في بايركس عشان خاطر اوزع عليه الوردات بتاعه القرنبيط بتاعتي. وبعد كده بنحطهم في التلاجة، بنسيبهم بقى في الفريزر او في التلاجة يعني براحتك. ممكن تدخليهم في الفريزر حوالي مثلا ربع ساعة، الخلطة تمسك كده في القرنبيط بعدين تقليه. ممكن تدخليهم في التلاجة لو مش مستعجلة يعني، بس طبعا هيقعد وقت اطول لحد بس ما تحسي ان الخلطة جمدت معاكي كده، والدقيق بقى يعني ايه، جمد معاكي، الخلطة مبقتش سايلة قوي يعني، تحسي ان هي سبتت على القرنبيط هتطلعيه عشان بقى تقليه. اخواتي وحبايبي المشتركين القدام والمشتركين الجداد والناس اللي بتشاهدني من غير ما تكون مشتركة عندي، اتمنى بقى تدعولي كده دعوة حلوة بظهر الغيب، ان ربنا يشفيني ويتم علاجي على خير. بقى لي بقى فترة طويلة جدا ما اتعالج، واصلا يعني حتى اخر حاجة يعني الدكتور قال لي ما فيش علاج، فربنا يسهل بقى وشفاء من الله وحده طبعا، وربنا يتم شفانا على خير. بس طبعا القرنبيط عندي هنا طري زي ما قلت لكم، بضغط عليه شويه في السوا. انا قلبت كده الخلطه بالراحه طبعا بسباتولا كده خفيفه عشان خاطر ما يتهرش معايا وانا بقلبه، وبرده اللي هيتهره عملته كده زي قرص كده وقليته، يعني ما فيش مشكله من الحاجات اللي ممكن تقع مننا. بص كده بقى زي ما انتم شايفين، بصوا انا بوريكم ده قوامه لما طلع من التلاجة. بصوا شرب الخلطه وبقى متجانس، ما مش سايل يعني. وطبعا دلوقتي انا هقليه. الزيت يا جماعه على نار متوسطه مش عاليه، يعني الزيت بيسخن وبنخليه على نار متوسطه عشان اللون بتاع القرنبيط ما يسودش ويتحرق معانا. وزي ما قلت لكم بلاش بيكنج باودر، لان البيكنج باودر مش ماده كويسه يعني، احنا بنستخدمها مع الكيك بس عشان الكيك يرتفع، فمش عايزين ندخلها في كل الاكله يعني، وكل من هب ودب نحط بيكنج باودر، والحاجات دي اصلا مش مفيده خالص ماشي. فاحنا حطينا بيض، البيض يعتبر بينفش يعني ومادة رافعة في حد ذاته. بصوا بقى بدأت كده اقلي زي ما انتم شايفين في القرنبيط بقى واحدة واحدة كده. اول ما ياخد لون معاكي فاتح كده وذهبي تقلبيه، ما تضغط يعني، ما تستنيش عليه كتير قوي لحد ما لونه يبقى مش حلو. بصوا اللون بقى تحفة، اللون ده جميل جدا. بصوا القرنبيطات لما تبقى صغننة كده وبتطلع طعمها شبه البانيه فعلا، بالخلطة دي جربيها. لو حابة كمان مش عندك الخلطة دي ممكن تحطي مثلا مكعب مرق دجاج اللي هو الله اكبر. بص شايفين الطبق ده، الله اكبر، جت مع الازياء. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.